ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه وطبخين ايه النهارده؟ واخباركم ايه؟ كل واحد وبرجه. النهارده نتكلم على كام برج كده، كام لقطة على كام برج كده، عشان انا متغاظ شوية، استحملوني. تعالى لي بقى يا معلم على برج الحوت. تعالى لي كده، وعايزك بقى تهدى كده وتستهدى بالله وتسمع برج الحوت. برج الحوت يعني انسان جميل ورومانسي وشيك وانيق وكل حاجة، بس دماغه يعني مريحاه اللي هو ايه، اللي هو انت مثلا تتناقش معاه في حاجة، هو شايف ان هو صح، هو شايف ان هو صح، واللي قدامه برضه بيكون صح. بس حتى لو برج الحوت شايف ان هو من جواه ان هو غلطان، عمره ما هيجي ويقولك انا اسف. دي مش في القاموس عنده ان هو يقولك انا اسف، انا غلطت وانا مش هعمل كده تاني ولا حاجة. برج الحوت انسان كريم، انسان طيب حساس، بس ما بيحبش النقاش. يعني تيجي انت تناقشه، يعني ممكن يخلع من النقاش او يكبر دماغه ويغير الموضوع بتاع كده يعني. بس في لحظة كده، في لحظة صفيان نية كده مع نفسه ويصفي عقله، ممكن تبص تلاقيه كويس مع الشخص اللي قدامه، وفي لحظة هوب قلب. ليه بقى قلب؟ ان في حد تاني كلمه وقال له اصل فلان عمل ولا فلان سوى، هوب يروح قالب في لحظة. يعني انسان متغير في لحظة كده، يتغير من انسان كان كويس دلوقتي معاك في لحظة هوب انسان مش كويس. يعني ربنا يستر عليهم والله العظيم. نيجي بقى لبرج المخابرات وبرج المراقبة العام، برج الثور. يا رب يسترها معانا يا رب. برج الثور يا جماعة واحد عنده مش الحاسة الستة، عنده الحاسة العشرة، وعنده فلاتر كده، وانت قاعد بتتكلم معاه وهو بيشوف عينك وبيشوف ملامحك وبيشوف لغة الجسد عندك وبيشوف نبرة صوتك وانت بتتكلم. ممكن حاجة يعديها لك، وفي حاجة يقول لك ستوب. ستوب يا معلم، انا مش قادر ابلع دي، اللي فاتت دي انا مش قادر ابلعها. ويا سلام بقى لما يكون مثلا في حاجة عايز يثبت صحة احساسه، وان هو عارف انه اللي قدامه بيكذب، هيعمل المستحيل. لو هيروح مشي مسافات بعيدة جدا مشي عشان خاطر يثبت صحة احساسه الداخلي، هيعمل كده. فوانت بتتكلم مع برج الثور حاول كده تنقي الكلام، حاول تظبط امورك. وهو واحد ممكن ان هو يعدي لك مرة واتنين وتلاتة، بس هيجي في مرة هيفرمك. فانت حاول ان انت يعني بلاش تزعل برج الثور، هذا المخابراتي الكبير. راجل حنين معاك وكويس وجميل وكده وطيب وصاحب صاحبه وكده، فخليك انت على قد الميزان، يعني على قده. خلي بالك من برج الثور، فظيع. ويا سلام بقى على برج الميزان. الله على برج الميزان يا جماعة، الرومانسية كلها بقى، الرومانسية كلها، وان هو يحب ان هو يكون انيق ويكون جميل ومرتب. بس ام التردد حتى الرسائل اللي هو هيبعتها، يا اما يفكر كتير جدا في ان الرسالة دي هيبعتها ولا لأ، واذا بعتها يفكر فيها وممكن يحذفها مرة واتنين وتلاتة. عديك بقى كمان بعد الرومانسية وبعد التردد الغيرة. يا سلام على الغيرة، ما اقولكش. شنو سميتك انت؟ شنو سميتك؟ شنو داير؟ الغيرة ما اقولكوش يا جماعة، شوية مجانين يعني، بحبهم برضو يعني. وسع عشان برج العذراء. برج العذراء يا جماعة، اللي يعرف حد من برج العذراء ياخد باله ان الناس دي ذكية جدا جدا جدا. يعني عندهم فلاتر كده، مثلا لما يشوفوا الشخص يفلتروه.
يفلتروه في الاول. يعني ايه يفلتروه؟ يعني يشوفوا لبسه، يشوفوا طريقة كلامه، يشوفوا مثلا مظهره، يشوفوا جه امتى، راح امتى، كويس في مواعيده ولا لأ. الحاجات دي كلها مهمة عند برج العذراء. برج العذراء ما يحبش حد ينتقده خالص، فاذا انت هتعرف حد من برج العذراء فبلاش ان انت تقعد تنتقد فيه كتير، لانه هيوريك الامرين. ما بيحبش حد ينتقده تماما يعني. اذا عندك اسرار قولها عادي لبرج العذراء، لان برج العذراء بير اسرار. سلمولي على برج العذراء.